نشرت الصحف الأسبانية أخبار مهمة بخصوص انتقال سفيان مرابط لنادي برشلونة، وبيتمنى النادي الأسباني التعاقد مع خط وسط فرونتينا ومنتخب المغرب، وده قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية. وسفيان مرابط صفقة من العيار التقيل للنادي الكتالوني، وخصوصا ان اللاعب قدم اداء قوي جدا مع منتخب اسود الاطلس في بطولة كاس العالم. والسبب التاني ان مرابط هيسد الفراغ الكبير اللي هيتركه بوسكيتس بعد الرحيل عن النادي. والسبب الثالث ان اللاعب مش هيغرم خزينة النادي مبالغ كبيرة، وطوق نجاح لبرشلونة وخصوصا في الأزمة المالية اللي بيمر بيها النادي. وهدد رئيس رابطة الليجا خافير تيبياس لابورتا بعدم إبرام أي صفقات في الوقت الحالي، وإن إبرام صفقات في الوقت الحالي هيعود على النادي بعواقب كبيرة، وأولها إن النادي مش هيكون قادر على تسجيل عقود جافي وأروخو وبلدي وده في الصيف القادم. والكارثة التانية إن النادي مش هيكون قادر على إبرام صفقات في الصيف القادم، وده بعد بيع نجمين من العيار التقيل أمثال ديونج ورافينيا وفاتي. والصحف الكتالونية اتهمت تيبياس بخنق برشلونة بسبب عدم توقيع اتفاقية CVC، وهي بيع نسبة حقوق البث لصالح رابطة الليجا. وقرر النادي الكتالوني ان يبيع حقوق البث لصالح الصندوق الاستثماري.